اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل والورد والياسمين على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. تعالوا يلا النهاردة هنعمل كيكة البرتقال أو كب كيك البرتقال. هنعمل ده وهنعمل ده بمقادير سهلة جدا جدا وبسيطة. الغلا اللي احنا فيه مش معنى كده ان احنا نحرم نفسنا، لا، هنعمل كل حاجة ومقادير بسيطة قوي. تعالوا يلا جبنا بولة أو طبق بلاستيك وهنحط المقادير الجافة على بعضها. اول حاجه انا هحط كوبايتين ونص من الدقيق. هحط كوبايتين ونص من الدقيق. هحط الكوبايه اللي انا هعاير بيها هي الكوبايه اللي هخلص بيها باقي المقادير بتاعتي. يبقى كوبايتين ونص من الدقيق. عايزه بقى تعملي كوبايه كبيره، تعملي مج، تعملي مقدارين مع بعض وتخلي حجم كوبايه الكبيره، اعملي على حسب الكميه اللي انت عايزاه. المهم الكوبايه اللي تعايري بيها من اول الحاجه هي اللي تخلصي بيها المقادير. حطيت كوبايتين ونص من الدقيق، هنحط عليهم معلقتين ونص من النشا. كل مج من الدقيق عليه معلقه من النشا. يعني هتحطي 5 كوبايات من الدقيق تحطي عليهم 5 معالق من النشا. يبقى حطيت كوبايتين ونص من الدقيق على معلقتين ونص من النشا على معلقه من البيكنج باودر او كيس بيكنج باودر اشتريه من الدكان وحطيه كله. هو مقداره معلقه حلوه كده مليانه. يبقى معلقه كمان من البودر حطيناها. تعالوا بقى كمان هنحط رشه من الملح او حاجه بسيطه كده، ذره كده من الملح. خدي حبه كده على طرف ايديكي بين ايدك كده وقومي حطاهم، ما تكتريش اكتر من كده. وتعالوا بقى كمان هنحط الحاجات دي هنقلبها مع بعضها وهنركنها كده. كل الحاجات الجافه هنحطها قلبيهم بقى كده وهتركنيهم كده بقى على جنب. وتعالوا يلا بينا علشان نشوف المقادير التانية هنعمل فيها ايه. يلا بينا. اول حاجه كده جبت الخلاط معايا، هحط فيه المواد السايله. عندك بقى تعملي بالمضرب، تعمليها بايدك، اعمليها زي ما تحبي. عندك عجان، الحاجات دي حاجه اختياريه. بس الخلاط موجود عندنا وموجود في كل بيت، وبصراحه انا بحب اعمل الكيكه في الخلاط. حطيت بيضتين، يبقى هما بيضتين بس. البيض غالي مش هنكتر اكتر من كده، هنخليها اقتصاديه وفي نفس الوقت تطلع معانا حلوه وزي الفل. حطينا كمان كوبايه من عصير البرتقال. جبت برتقانتين بشرتهم، خدت القشر بتاعهم وبعد كده ضربتهم وصفيتهم وعملتهم. خدت منهم كوبايه من عصير البرتقال. معايا كوبايه الا ربع من الزيت. كده كوبايه الا ربع كمان من الزيت. بعد كده هحط كمان مج وربع من السكر. مج وربع من السكر هيخليها لك مظبوطه وزي الفل. لو بتحبيها مسكره شويه ممكن تزودي معلقتين. عايزاها تكون قليله وما تبقاش السكر بتاعها عالي قوي، مج واحد كفايه تبقى كويسه معاكي برضو وحلوه. معلقه كمان من الخل. السكر ده يا جماعه اختياري، السكر اختياري. وكمان معلقه من يعني نص معلقه من الفانيليا او كيس فانيليا حطيه. ولو مش عايزه تحطيه ما تحطيهوش، ما تشتريهوش. معلقه بشر البرتقال اللي انا هحطها دي كافيه جدا جدا، تخلي لا تقولوا لي بقى فانيليا ولا غيرها. بعد كده هنضربهم في الخلاط زي ما انتم شايفين، هنضربهم حلو جدا جدا. يبقى تعالوا ما نراجع تاني ونقول لكم ايه اللي جوه كبشه الخلاط. معايا بيضتين، معايا كوبايه وربع من السكر، مج الا ربع من الزيت، رشه من الفانيليا، معلقه من الخل، معلقه بشر برتقال، وكمان ربع معلقه صغيره من الفانيليا. هسيب لكم برضو المقادير، هتطلع لكم دلوقتي قدامكم على الشاشه للي حابب ياخد سكرين وكده. بصوا بقى، انا فتحت الغطا كده. الحركه دي كانت بتعلمها لي مرات اخويا الكبير، كانت بتكشف الغطا تقول لي عشان ياخد هوا زياده. بصراحه كانت حلوه جدا جدا. اللي خايف الدقيق يطلع معاه كتير ممكن تشيل معلقتين. انا بقول لكم ممكن تشيلوا معلقتين تركنوهم على جنب، بس انا عارفه اللي انا عملته ده هيطلع معايا مظبوط بالملي وحلو جدا جدا. ولو خايفه برضو شيلي معلقتين اركنيهم على جنب. بعد كده هجيب الاسباتوليا بتاعتي او بس يا مؤمن. بعد كده اجيب المعلقه او اي حاجه انت بتقلبي بيها وابدأي كده قلبي. واهم حاجه تكون في اتجاه واحد عشان ما تطلعيش الهواء منها. لو حسيتي انها تقيله معاكي شويه معلقتين لبن، حسيتها تقيله معلقتين ميه لو ما فيش لبن. هتبقى معاكي حلوه وزي الفل. وخلي القوام بتاعها مش تقيل، خليه خفيف معاكي وحلو. انا كل شويه بقلب واجيب بلاقي دي تحت كده، بقوم خبطه المعلقه بتاعتي خبطتين وبعد كده ارجع اقلب تاني. كده خلاص قوامها حلو جدا جدا. تعالوا يلا اما نجيب بقى قوالب الكب كيك ونبتدي ان احنا نقلب. جبت قوالب الكيك بتاعتي، وجبت الورق اللي انتوا شايفينه ده بتاع الكب كيك، ممكن نحطه. لو مش
ولو مش متوفر عندك حطي عادي، وحاولي بقى ان انت تطلعي من القوالب واحده واحده كده. بس هو افضل واشيك في التقديم ان انت تجيبي ورق الكب كيك. وعندي الشفشق او المج او الحاجه اللي انا بفضي فيها دي انا كنت شاريها من هنا. دي بقى للكريب والقطايف والحاجات دي. انا عندي بتاعه القطايف كانت جايه من مصر بصراحه، جميله جدا واحلى من دي كمان. بس بصراحه دي حلوه جدا جدا ومريحه، بدل ما احط بقى بالمعالق بوجع قلبي، بضغط الضغطه وانزل الكب كيك. حاولوا تخلوا لو بتحبوا الكب كيك عالي معاكم شويه، يعني خلوا بقى اكتر من نص، حاجه بسيطه. بس هي ملوها النص بس، دي افضل حاجه علشان تبقى مش ما تطلعش منك كده لما تيجي تستوي معايا في الفرن. كده خلصت. تكوني مولعه الفرن على درجه حراره 300 اللي موجودين هنا، 180 اللي موجودين في مصر. حطوه على الرف الوسطاني. هتاخد معاكي حوالي هنقول مثلا 20 دقيقه او ربع ساعه. ده مقدار انا عملته كمان عشان الناس اللي مش حابه تعمل في قوالب الكب كيك. انا بعملها برضو في صينيه او في القالب اللي انا بعمل فيه ده. حلو جدا جدا. حطيها في صينيه وقطعيها زي قطع الكيك، هتبقى زي الفل. يلا بينا ندخل على الفرن ونشوف بقى النتيجه بعد ما تطلع معانا هتكون عامله ازاي. يا سيدي على الجمال والحلاوه. بجد الطعم بتاعها كان جايب لاخر الشارع من حلاوتها ومن ريحه البرتقال. سلوى وجنية جم من شققهم، بصوا جايين كده على الريحه وجمالها. قالوا لي عندك ايه الريحه الجميله اللي طالعه من شقتك دي؟ بجد الريحه كانت جميله جدا جدا. كيكه اشربيها مع الشاي، بجد حلوه قوي، مش سمينه، دهونها مش كتير، معقوله، مش الطريان الرخم اللي احنا عايزينه ده. يعني الطريان ده مطلوب طبعا اكيد، بس حلوه جنب كوبايه الشاي. هتوفري واعملي لاولادك. شايفين قبه كده ومنفوخه وجميله، والله العظيم كانت عايزه بس يعني اسيبها كده ديكور بس مش اكتر، زينه. كب كيك قب معايا، انا ما كنتش ماليه الورق بتاع الكب كيك قوي. تعالوا يلا بينا نقطعها كده ونشوف النتيجه بتاعتها كانت عامله ازاي. بجد كانت حلوه قوي قوي قوي. بقول لكم تعالوا بقى نقطعها، وقطعوها بالطريقه اللي تعجبكم. الفيديو ده جميل جدا جدا. قوم يلا هاتي بيضتين لولادك، بدل ما نروح نجيب 6 بيضات ولا 5 بيضات. البيض غالي، كفايه بيضتين 2 بس. هنطلع صينيه كيكه، وهنطلع 23 او 24 قطعه من الكب كيك. القوالب دي انا عملتها مليتهم، المقدار ده عمل لي 23 واحده، لان كان في واحده فاضيه هناك. لو انت عايزه بقى تزوديها عن كده هتعمل لك حوالي 21 قطعه بس. تعالوا بقى شفتوا جمالها، يا نهار ابيض والله العظيم كانت حلوه قوي قوي قوي. على فكره انا كنت صايمه في اليوم ده وعملتها، وكنت مستنيه ولادي يجوا من التمرين. والله فضلت اكل كده وانا بصور لحد ولادي ما دخلوا. كان محمد بصراحه اللي في التمرين سعد كان موجود معايا، فقلنا نستناه عشان نفطر كلنا سوا. بس قعدنا كده نسلي نفسنا من الكيكه دي. بجد حلوه قوي قوي وعجبتني. تعالوا بقى اما ناخد القطعه دي كده، وتعالوا ما اوريها لكم واوريكم جمالها وقد ايه كانت برضو طريقه حلوه. وقد ايه بصوا شايفين الفراغات بتاعتها، المسام بتاعتها كانت حلوه قوي كده ومعقوله، وطعمها كان جميل جدا جدا. بصوا بوريها لكم كانت حلوه، لا هي بقى مكتومه ولا فيها اي حاجه. تعالوا مقطعها لكم كمان. شايفين كانت هشه ازاي؟ انا بس بحب ان انتوا بصوا بوريكم الحاجه ان انتوا تكونوا شايفينها معايا. كانت فراغاتها جميله جدا جدا، والطعم بتاعها يا نهار ابيض على الجمال. حلوه قوي بقول لكم، كانت جميله. هنفضل ناكل فيها كده. قدموها بقى بالطريقه اللي تريحكم. تعملوا لاولادكم شاي بلبن ولا لبن بشاي، تعملوا شاي جنب اي حاجه دافيه. ادي الكب كيك ده لاولادك الصبح. اعمليه في رمضان لو عندك اطفال ما بيكونوش بيصوموا صغيرين. ادي بدل ما تقومي بتعملي سندوتشات، هتدي العيل واحدتين. بجد بجد حلوه جدا جدا. بصوا فيها كل حاجه، فيها البيض وفيها البرتقال وفيها حاجات حلوه كتير مغذيه. جربي الطريقه ديت بديله للسندوتشات معاكي، اديها لولادك، اديها بصوا قدموها لاي حد، وديها زياره. بجد كانت حلوه قوي قوي. مش عايزه اقول يعني مش قادره اقول لكم على جمالها وجمال طعمها. سعد واقف ورا الكاميرا عمال يقول لي هاتي حته يا ماما، وانا عماله اعاند فيه. يقول لي هاتي حته يا ماما بدل ما اجي، وانا اقول له عماله اعاند فيه عشان اخليه يجي قدام الكاميرا. اقول له تعالى هنا، بيقول لي لا هاتي حته، اقول له لا ده تعالى هنا. هاجي دلوقتي رخر علشان اهو بصوا جه اهوت. احنا عيله واحده بقى يا جماعه، ما تقلقوش. انا بصوا كنت جعانه خلاص، المغرب كان مدن بقالي ونص ساعه. فقلت بقى ما بديهاش، احنا كلنا
قطعة كده بس مين سلوى وجنات مهنونيش عليها. جم قعدنا نضحك على الكيكة بتاعتي، بجد كانت حلوة قوي قوي وعجبتهم، قالوا لي طعمها بجد جميل، بتفكرنا بأيام زمان وأيام أهالينا لما كانوا بيعملوا الحاجات دي، وتحس كده إن البيت كان كله خير وبركة. شايفينها وشايفين جمالها وشايفين حلاوتها، شايفين منفوخة ازاي، شايفين مش مكتومة ازاي معاكي، كلها فراغات كده وحلوة. بجد كانت حلوة جدا جدا من جمالها، مش عايزة اقفل الكاميرا واسيبكم وامشي، هفضل بقى اكل كده ساعدك اهو. اللي حلوة قوي قوي. بقوله تعالى سلم عليهم. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واستنوني في فيديو جديد من مطبخي. مع السلامة، كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو ان شاء الله، فلوق جديد وفيديو جديد. مع السلامة.